غالبا ايا كانت سنه ولادتك فانت سمعت كثير بمعلومه ان ماجد عبد الله هو هداف الديربي التاريخي ب 21 هدف، وسمعت اكثر عن معلومه ان السهلاوي مسجل 17 هدف على الهلال، لكنك نادر تسمع عن سالم الدوسري الجناح مسجل 13 هدف على النصر، موزعه على كل البطولات، دوري، كاس ملك، اسيا، سوبر، وبخمس ملاعب مختلفه وعلى 7 حراس. وبشكل عام اكثر 5 انديه سجل فيهم سالم، 3 منهم من انديه المقدمه، واثنين يعتبرون من ابرز انديه الوسط اللي هم الفتح والاتفاق. شخصيه عظيمه يملكها سالم بالقمم، واقدر اقول ان ارقام سالم بشكل عام ما هي ماخذه حقها الكافي من التقدير. يعني ما ادري هل سالم رفع المعايير وصارت ارقامه طبيعيه بالنسبه لامكانياته، او ما ادري وش السبب، لكن حتى مساله انه ثاني هدافين الهلال تاريخيا ويفصل اقل من 40 هدف ويكون الهداف التاريخي للهلال ما هي ماخذه حقها بعد. عموما سالم اثبت انه شخصيه استثنائيه بملاعبنا، لانه جمع لك الشخصيه والظهور المستمر بالقمم والالتزام بعد. يعني نادر تشوف لاعب محلي بالثلث الهجومي تحديدا اساسي مع ناديه بعمر ال 34. والارقام الكبيره يعني فوق الارقام اللي ذكرتها قبل شوي، سالم يعتبر سادس هدافين دورينا تاريخيا، وكل اللي فوقه مهاجمين. اسطوره حيه فعلا.